السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو سهل وبسيط ومفيهوش اي تعقيدات. هنعمل التوست بطريقه سهله وبسيطه جدا، ومش هياخد منك وقت خالص، وبشويه ميه وشويه دقيق هنعمل احلى توست للسندوتشات للمدرسه وكمان للفطار. بس يا ريت نتابع الفيديو للاخر، لان انتوا عارفين طبعا ان احنا طول الفيديو بنتكلم على نقط مهمة وتفاصيل بتنجح معاك الوصفة حتى لو بتجربيها من اول مرة. واللي متابعيني على القناة عارفين دايما ان احنا بنتكلم على كل صغيرة وكبيرة في الوصفة بتاعتنا. يلا بينا نشوف مقاديرنا ايه بسرعة. اول حاجة معايا كوباية من المية الدافية، لازم تكون دافية علشان دلوقتي احنا في البرد فالخميرة تشتغل معانا. يدوب كده تحطي ايدك فيها تكوني مستحملاها. هحط معاها 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وكمان معلقتين كبار من اللبن البودرة، وممكن تستغنى عنهم. بس بصراحة هما بيدوا طعم ودسامة كده للتوست بتاعنا، خصوصا كمان ان احنا مستخدمين المية. لو هتستخدمي لبن حليب مفيش مشكلة، شيلي اللبن البودر. وزي ما انا معوداكم طبعا لازم نختبر الخميرة بتاعتنا في كمية السائل بتاعتنا. بعد كده هنحضر الدقيق بتاعنا. معايا 6 كوبايات من الدقيق، بما يعادل كده 850 جرام من الدقيق. احط معاهم رشة ملح صغيرة، وكمان بياض بيضة مع معلقة صغيرة من الخل. عايزة اقول لكم ان البيضة مش مهمة جدا في العجينة بتاعتنا، لكن انا بصراحة اخدت الصفار علشان هندهن منه الوش بتاع التوست بتاعنا، فالبياض حطيته في العجينة بتاعتنا. لكن لو انتي هتدهني الوش بلبن، هتدهنيه باي حاجة تانية، البيضة مش مهمة معانا خالص في العجينة. هنقلب بقى العجين بتاعنا بعد كده، وهنضيف المية بتاعتنا واحدة واحدة. انا استخدمت حوالي 2.5 كوبايات. طبعا بنضيف المية واحدة واحدة زي ما عودتكم علشان نوصل لعجينة تكون مظبوطة، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ان كل دي يختلف عن التاني. فضيفي المية واحدة واحدة حتى لو احنا عارفين مقدار المية ايه. انا زي ما انتوا شايفين معايا كده بضيف المية بتاعتي واحدة واحدة. المية زي ما قلت لكم لازم تكون دافية، عشان دلوقتي احنا في البرد، فتساعد الخميرة بتاعتنا تخمر والعجينة تكون كويسة معانا. ما ينفعش ابدا تحط مية ساقعة، وما ينفعش برضو تحط مية من الحنفية لان برضو الجو برد، فاكيد هتكون ساقعة. بعد ما لميت الدقيق معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هشيل العجينة بتاعتي بقى على الرخامة كده علشان اخدمها كويس جدا. في الوقت ده هضيف معايا 100 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. انا ما ضفتش كمية الزبدة كلها، خليت معايا معلقة صغيرة كده علشان هنشوف هنعمل بيها ايه بعد كده. ال100 جرام دول انا استخدمتهم في التوست عامة كله، بس العجينة حطيت فيها يعني حوالي كده 90 جرام، اقل من 90 جرام، حاجة بسيطة. بقلت العجينة كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بتضيفي الزبدة بتحس ان هي بتقطع معاكي، افضلي عجيني فيها. اهم حاجة طريقة العجن بتفرق جدا في التوست بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده بلم العجينة لحد ما بقت عجينة طرية معايا. اخدت ربع العجينة اللي معايا. الربع ده هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي، لان احنا هنقسم مقدار الدقيق بتاعنا على صينيتين 2. الصينية الواحدة هتاخد منك 3 كوبايات من الدقيق. لو انت عايزة تعملي صينية واحدة هتعملي 3 كوبايات من الدقيق بس. فانا هنا اخدت ربع كمية العجين علشان اعمله اشكله بلون الكاكاو او اديله اللون البني. بضيف بقى معلقة من الكاكاو كده او معلقتين كبار من الكاكاو، على حسب الكمية عندك وعلى حسب اللون اللي انت عايزاه. وبخلي جنبي مقدار من المية كده اخد منه نقطة بسيطة بنقطة بسيطة، علشان العجينة ما تنشفش معايا بعد ما اضيف الكاكاو. وبعد ما عجنت العجينة بالشكل ده، هغطيها بقى، احطها في الطبق كده وادهنها دهنة زيت بسيطة، واغطيها واسيبها تختمر. انا بسيبها تختمر يعني لما يتضاعف حجمها، مش تخمر قوي، يعني حوالي كده تلت ساعة نص ساعة بكتيره، وخلاص على كده بتكون كافية. هأدفيها كده كويس بالفوطة. وبعد ما اختمرت بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هشتغل بقى في العجينة البيضة الاول. اول حاجة هاخد ربع العجينة البيضة التاني، لان زي ما قلت لكم انا هقسم العجين كله على 2. فانا عايزة اخد العجينة واحدة تكون بيضة، وواحدة هتكون بيضة مع الكاكاو. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه عشان ما لخبطكوش معايا. زي ما انتوا شايفين كده اللي معايا دي نص الدقيق كله، يعني نص العجينة كلها.
هفردها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان دي هتكون في صينية لوحدها، هيكون ده رغيف توست لوحده. هفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مش بخليها رفيعة خالص. وكمان وانت بتفردي العجينة حاول يكون عرض العجينة قد الصينية اللي انت هتحط فيها، علشان ما تبقاش شكلها مش مظبوط في الصينية بتاعتك. بعد ما فردت العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده معايا، بديها مسحة خفيفة جدا من الزبدة اللي كانت باقية من العجين معايا، والصينية كمان اللي هحط فيها بمسحها بمسحة خفيفة جدا من الزبدة بتاعتي. بعد كده هعمل فتحات بالسكينة كده في طرف العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان بس تديني شكل التوست بتاعي من فوق. بعد كده الخطوة اللي جاية دي اختيارية، لو انت حابة بقى تحشي التوست بتاعك حشوة يكون مغمس كده في بعضه، مفيش مشكلة. انا هنا حطيت قطع صغيرة جدا من الجبنة الرومي، ممكن تحطي جبنة بيضة من اللي هي العلب دي، مفيش اي مشكلة، بس قفلي عليها كويس جدا كده. وكمان وانت بتلفي اول لفة ابرميها كويس جدا كده، ما تخليش في فراغات ما بين كل لفة والتانية. بعد كده بقفل الرغيف بتاعي بالشكل ده، واخر طرف بخليه من تحت في الرغيف، علشان لما يجي يخمر ما يفتحش معايا، وبيكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنفرد بقى الجزء التاني اللي هو الابيض، زي ما قلت لكم ده ربع كمية العجين. بعد كده هنفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحيث ان تكون القطعة اللي انا شلتها قد القطعة اللي انا حطيت عليها كاكاو، علشان هنحطهم مع بعض. بفردها برضو بسمك تخين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهجيب القطعة التانية اللي بالكاكاو وهفردها برضو بنفس الحجم اللي انا فردت بيه القطعة البيضة دي، شايفين بالشكل ده. الرغيف ده ممكن بقى تحشيه شوكولاتة قابلة الدهن، ممكن تحشيه سكر وكاكاو، اللي انت عايزة تحشيه بيه، بس بصراحة انا حبيت اعمله فاضي علشان بعد كده احط اللي انا عايزاه. بعد كده مسحت برضو مسحة زبدة خفيفة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقلبت القطعة اللي بالكاكاو على القطعة البيضة بالشكل ده، بحيث ان الزبدة تكون ما بينهم الاتنين، واحاول بقى اساوي الاتنين على بعض كده بحيث يكونوا قد بعض والاطراف كلها متساوية مع بعض، واضغط عليهم كده علشان يمسكوا مع بعض كويس جدا، شايفين بالشكل ده. حاولي بقى تفرديها زي ما قلتلك عرضها يكون قد الصينية اللي انت هتحط فيها، علشان تكون شكلها حلو في الصينية. بعد كده بقطع اطراف العجينة من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التانية كنت بقطع ومش بوصل للاخر، لكن دي انا قطعتها زي صوابع كده، وبعد كده همسك كل واحدة لوحدها والفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حاولت اجيبها لكم من قريب علشان تشوفوها وتشوفوا انا عملت فيها ايه بالظبط. بمسكها وابرمها كده الفها علشان تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. لما بتسيبيها بتحس انها بترجع تاني، حاولي تضغطي عليها ضغطة كده تلزق في الصينية او في الرخامة، بحيث انها متلفش تاني، او اسنديها بايدك التانية كده، شايفين بالشكل ده. شايفين العجينة قد ايه طرية وقد ايه ناعمة، مش بتلزق في ايديا، هي طرية بس مش بتلزق في ايديا، وفردتها من غير دقيق ولا زيت ولا اي حاجة، شايفين بالشكل ده. بلف العجينة كده، خلاص خلصتهم كلهم. هبدأ بقى ابرم العجينة بتاعتي من طرفها من الاول بالشكل ده، زي ما عملت في العجينة التانية بالظبط. واحاول زي ما قلت لكم ان البرمة بتاعتي تكون محكمة، وما يكونش فيه فراغات ما بين كل لفة والتانية، شايفين بالشكل ده. وبلم الجوانب معايا، وبعد كده الاطراف بتاعتي بخليها لتحت علشان ما تفكش معايا وقت التخمير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله بقى شكله جميل جدا، شايفين. بحضر القالب بتاعي بقى، بدهنه برضو مسحة زبدة خفيفة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبحط الرغيف بتاعي بحيث زي ما قلت لكم ان الطرف يكون من تحت علشان ما يطلعش معايا كده وقت التخمير. شايفين حجمها قد ايه في الصينية. هنسيبها بقى نغطيها كده ونسيبها تخمر لحد ما حجمها يتضاعف خالص وتملى الصينية كده معانا. يعني انا سبتها حوالي ساعة الا ربع. شايفين الحجم قد ايه، خليكم فاكرين كده عشان تشوفوا حجمها بعد ما تخمر معانا. اهم حاجة نغطيها كويس جدا في الجو البرد اللي احنا فيه ده علشان تخمر معانا للحجم اللي احنا عايزينه، وتكون من جوه ما فيهاش فراغات كده ولا مكتومة، ويكون زي ما بنشتريه من بره بالظبط.
زي ما انتوا شايفين كده. هغطيها واسيبها حوالي ساعة الا ربع كده تختمر لحد ما تملأ الصينية بتاعتنا. وانت بتغطيها بالكيس كده حاولي ما يكونش لازق على العجينة نفسها علشان لما تخمر ما يلزقش فيها ويبوظ الشكل بتاعنا. بعد ما غطيتها واختمرت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شايفين قد ايه بقى حجمها تضاعف وملت الصينية بتاعتنا. هنحضر بقى الصفار اللي كان معانا اللي شلناه من البيضة علشان ندهن بيه الوش بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت عليه نص معلقة صغيرة كده من الخل علشان زفرت البيض، وهبدأ بقى ادهن التوست بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الصفار البيض بيديله لون حلو جدا وشكله بيكون زي ما بتجيبيه من بره وشكله بيكون حلو. ممكن تدهني لبن حليب، ممكن تدهني معلقة لبن بودرة مع معلقة مية برضو بتديله لون جميل جدا. هندهن بقى الوش بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والرغيف اللي انا حطيت فيه جبنة رومي من جوه هحط برضو على الوش من فوق كده علشان يديله شكل حلو ويكون برضو مغمس كده مع بعض ويكون طعمه جميل. طبعا حبايبي الحلوين الشطار اللي كل مرة مزهقاهم بالفرن عارفين ان احنا بنشغل الفرن امتى. سامحوني لو كنت بتكلم في الموضوع ده كتير، لان ده بصراحة زي ما بقولكم على طول اهم حاجة في الوصفة هو التسوية والفرن. لازم نكون مشغلين الفرن علشان يحقق درجة حرارة مظبوطة. انا شغلت الفرن وانا سايبة لسه العيش بتاعي بيخمر، يعني انا مشغلاه من قبل ما ادهنه كده ب10 دقايق. سبت الفرن يشتغل كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة على نار عالية، وبعد كده دخلت التوست بتاعي وهديت النار، خليتها نار متوسطة كده زي ما بنكون بنعمل كيك او اعلى منه حاجة بسيطة. حطيته على الرف اللي في الوسط او ممكن تحطيه على الرف اللي مقارب لتحت شوية، بس ما تحطوش على ارضية الفرن خالص. قعد معايا في الفرن حوالي ساعة الا 10 دقايق، يعني كان معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم نديله براحه في التسوية علشان طبعا كمية العجين كبيرة وطبعا فيها خميرة، فما يطلعش معاكي مكتوم او ما يطلعش معاكي معجن من جوه او ما استواشي. لازم تديله وقته في الفرن، وكل شوية تلففي الصينية كده علشان ياخد لون كويس وما تقلقيش مش هينشف معاكي. اول ما بيطلع من الفرن بتديله دهنة زبدة زي ما انتوا شايفين كده، كان باقي الزبدة اللي معانا، وبنغطيه تاني بكيس وفوطة وبنسيبه في الصينية زي ما هو كده بيرد من حرارة الفرن تاني وبيكون طري معانا. وبنطلعه من الصينية بتاعتنا بيطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله جميل جدا. وده كان تاني يوم بقى انا غطيته وسبته كده في الصينية لتاني يوم الصبح. كان طري جدا، ولما بتيجي تقطعيه بيكون سهل بقى معاكي في التقطيع، وبيكون جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كمان الصينية دي حجمها ارتفع عن الصينية وادتنا الشكل الجميل اللي احنا بنشوفه على طول بره. بس طبعا الجديد معانا احنا عملنا شكل مختلف عن التوست العادي، حطينا كاكاو وعملنا له فورمة كده من فوق، شكله جميل جدا. وكمان اللي بالجبنة الرومي دي بصراحة انا ما شفتش حد عملها قبل كده، بس احنا عشان بنحب الجبنة الرومي فحطيت كده، قلت الولاد برضو يكونوا سندوتش جاهز كده ياخدوه على طول. شايفين بقى قد ايه طري، طري جدا وهش جدا. هنشوفه كمان مع بعض من جوه. شايفين الشكل كمان بتاع الكاكاو مع العجينة البيضة، شكله جميل جدا، والعجينة من جوه مستوية واخدة راحتها في الفرن. طرية جدا بصراحة، مش عارفة اقول فيه ايه اكتر من كده، انتوا شايفين بعينيكم. وده يعني الرغيف الواحد زي ما قلتلك ممكن يعمل معاكي 3 كوبايات دي، يعني هيقعد معاكي فترة تعملي منه بقى سندوتشات ينفع معاكي في الفطار، يعني منقذ كده في اوقات غريبة. شايفين ما شاء الله جميل جدا وخفيف جدا. تعالوا بقى نشوف اللي بحشوة الجبنة الرومي. الجبنة فيه من جوه قطع كده ما شاء الله جميلة جدا، يعني كده سندوتش جاهز مش محتاجة تحطي اي حاجة تانية. شايفين قطع الجبنة ما شاء الله جميلة جدا وطري جدا، والعجينة بتاعتنا مستوية خالص. وزي ما انتوا شايفين خدت براحة في الفرن، فخدت بقيت عملية التخمير بتاعتها والتسوية بتاعتها المظبوطة، وكان معانا بالشكل الجميل ده. شايفين ما شاء الله. حابة بقى تديله لون كمان زيادة عن كده مفيش اي مشكلة، بس انا ده خليته لونه فاتح كده والتاني لونه واخد لون حلو شوية. شايفين من قريب
ما شاء الله جميل جدا. شايفين التاني ده بقى تحط عليه مربى، تحط عليه شوكولاتة، تحط عليه جبنة بيضة، برضو اللي انت عايزاه. لو حاسه ان الكميه كبيره عليكي شيلي منه في الفريزر علشان يقعد معاكي لفتره اطول ويكون طري وصابح زي ما هو. لو شفت الفيديو لحد هنا اتمنى تضغطوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.